بس. تمام. احنا معانا على التليفون الدكتور محمد سلطان. دكتور محمد، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. يا رب تكون بخير، كل سنه وحضرتك بخير. كل سنه وحضرتك طيبين يا فندم. كله تمام يا فندم؟ كله بخير الحمد لله. بنسال على المساحات الاخيره للانديه. اللي احنا شفنا نادي الانتاج الحربي عنده 18 حاله. بقوا 19. الكلام ده فعلا حقيقه يا فندم؟ والانتاج الحربي كانوا في معسكر في شرم الشيخ ورجعوا من المعسكر عملوا مسحه. تمام. لقينا 18 حاله ايجابيه للاسف الشديد، لكن الحمد لله احنا تم اتخاذ الاجراءات الطبيه اللازمه معاهم بالتنسيق مع الجهاز الطبي ومدير النادي والمدير الاداري، وتم عزلهم منزليا وتم صرف العلاج اللازم ليهم. ومعظم الحالات حالات عاديه الحمد لله مستقره. تمام. ان شاء الله بعد 10 ايام هيتم سحب عينه اخرى ليهم، وربنا يسهل لو طلعت العينات سلبيه ان شاء الله يرجعوا للتدريب مع زملائهم ان شاء الله. دكتور، احنا عرفنا ان الحالات ايجابيه بدون اعراض. الحمد لله يعني. تمام. معظم الحالات ده حاجه كويسه يا فندم يعني؟ طبعا ده معناه انه لو انه في تاثير بسيط من الفيروس يعني عليهم، وان شاء الله معظم الحالات اكتشفناها من اول ما ابتدينا ناخد المسحات من اللاعبين. دكتور الصوت واطي شويه، معلش ممكن نعلي صوت شويه بعد اذن حضرتك؟ يقطع. بقول لحضرتك معظم الحالات كده صوت واضح؟ تمام كده يا فندم. معظم منذ بدايه بدء اخذ العينات من الانديه كانت معظم الحالات بيتم اكتشافها بصوره انها كانت بتكون بدون اعراض. ويتم والحمد لله بعد متابعه الحالات دي وعمل تحاليل ليها اخرى بعد مرور 14 يوم لقيناها الحمد لله بقت سلبيه، واللعيبه دول ابتدوا يتعمل لهم ميديكال اسسمنت وابتدوا يرجعوا تدريب تاني مع زمايلهم. تمام يا دكتور. دكتور، في حاله ان الحالات دي زادت تاني في اثناء الدوري، يعني دلوقتي احنا بنتكلم لسه في فتره اعداد ولسه الدوري ما ابتداش، لو الارقام دي فضلت زي ما هي كده بالارقام الكبيره دي، هل هنستمر برضو ان شاء الله في الدوري ونكمل؟ بص، هو الارقام مش كبيره، يعني الارقام هو بس انا بتكلم على فرقه واحده يا فندم، بتكلم على فرقه واحده. فريق الانتاج الحربي هو اللي عنده حالات كتير، لكن كل الانديه الحمد لله في انديه ما عندهاش حالات وفي انديه عندها حاله او اثنين، فدي بتتغيرش اعداد كبيره. طبعا اللي حصل بالنسبه لنادي الانتاج الحربي ان شاء الله ما يحصلش لاي نادي تاني، واحنا بنأكد برضو على الالتزام والاهتمام بتطبيق كل الاجراءات الاحترازيه. تمام. غير كده انه يعني مع بدايه الماتشات هيبقى في مسحه تقريبا كل 3 ايام، كل 72 ساعه. تمام يا دكتور. فده هيقلل طبعا، هيبقى اكتشاف مبكر للحالات لو لا قدر الله في حالات. ثانيا انا شايف الحقيقه ان الاجهزه الطبيه في كل الانديه مهتمه جدا وبتاخد اجراءات يعني احترازيه كبيره وحازمه. ويعني اللي حصل طبعا في الانتاج الحربي ده حاله استثنائيه، غالبا ده حدث نتيجه لان كلهم كانوا في معسكر مع بعض ومعسكر مغلق، فحصل انتشار يعني بدون قصد، لكن ان شاء الله ما يحصلش مع اي فريق. هي دي يا فندم اللي كان عليها الاجراءات الاحترازيه. المفروض لو في معسكر زي كده، هل في اجراءات حضرتك بتقولها للناس علشان يعني ما يبقاش في اصابات بالشكل ده؟ هو في جزء من البروتوكول الطبي اللي تم وضعه، جزء التعامل داخل المعسكرات المغلقه، واللي احنا كنا طبعا بنفضل انه لو الفريق رايح في معسكر مغلق يبقى في مكان واحد لوحده، يعني الفندق كامل يبقى للفريق. لو تعذر ذلك يبقى في دور مخصص للفريق، لو تعذر ذلك يبقى في مدخل خاص للفريق، بحيث ما يبقاش في اختلاط مع النزلاء الاخرين في الفنادق، لانه النزلاء دول لا يخضعوا للمساحات زي اللعيبه يعني، فدول ممكن اي حد منهم يبقى حامل الفيروس بصوره او اخرى. صحيح. ونخشى انه ينتقل الى اللاعبين. احنا طبعا مش عارفين ايه اللي حصل مع فريق الانتاج الحربي بالظبط، لكن المعسكرات المغلقه احنا واضحين انه لابد من مكان يكون مخصص فقط للفريق، ما يبقاش فيه زائرين، ما يبقاش فيه نزلاء اغراب، لانه ده طبعا لو موجود بيزود معدل الانتشار او معدل المخاطر ان يحدث انتقال العدوى. لكن كل الفرق الحمد لله حتى اللي كانوا في معسكرات اخرى الحقيقه الحمد لله ما ظهرش عندهم اي حالات، وده حاجه كويسه، وان شاء الله الامور تكمل يعني بامان ان شاء الله، وما يحصلش او ما يتكررش ما حدث مع فريق الانتاج الحربي. تمام يا فندم. حاله فتحي حمدي يا فندم. حمدي فتحي حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي.
تمام. الحاله برضو هل هي فيها مشاكل ولا الحاله هاديه ولا لا لا مفيش اي مشاكل تمام. خالص. هو بص تمام. احنا بنبعت التحاليل للفريق وبنبعت النتائج التحاليل لطبيب الفريق، وهو كان تواصلت انا مع الدكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي الفريق النادي الاهلي، تمام. والراجل قام بكل الاجراءات مع اللاعب وتم عزله ايضا وصرف العلاج اللازم ليه، وبيتم متابعته يوميا من خلال طبيب الفريق. وان شاء الله برضو هنعمل له مسحه على المسحه بعد 10 ايام. لو الامور المسحه سلبيه بيتعمل له ميديكال اسسمنت عشان نراجع الكلى القلب والرئه ونشوف وظائفهم، ولو الامور مستقره بيتم عودته للتدريب مع زملائه. تمام يا دكتور. احنا بس عايزين نطمن من حضرتك على حاله الكابتن مختار. انا بطمن عليه الحقيقه شخصيا بصفه يوميه. طبعا هو الحمد لله حالته مستقره. الجهاز الطبي برضه في النادي الانتاج الحربي بيتابعه. تمام. والحقيقه الكابتن مختار يعني من اكتر الناس يعني تقبل الامر بصوره عاديه يعني. وان شاء الله الامور يعني تعود، ويعني نعمل له مسحه لاعاده المسحه ان شاء الله بعد 10 ايام، وان شاء الله تكون سلبيه ان شاء الله يا دكتور. دكتور اخر حاجه، هل حضرتك تتفق مع قرار المهندس فرج عامر في تغريم اي واحد يصاب بالكورونا ب 200,000 جنيه؟ بص انا ما بدخلش في اي اجراء بيخص باداره النادي او يعني اللاعبين. كل رئيس نادي طبعا له الحريه في اداره الامور داخل ناديه كما يرى. تمام. لكن هو طبعا انا متاكد هدف المهندس فرج عامر هو هدف انه يقي اللاعبين ويقي الفريق كله من اي اصابات. فطبعا في اجراءات احترازيه، في اجراءات صارمه واجراءات حازمه. مش هدف التغريم طبعا، هو هدفه انه ما يبقاش عنده حاله. واحنا كلنا هدفنا انه ان شاء الله ما يبقاش في اي اصابه في اي فريق في الدوري ان شاء الله. دكتور محمد والله مجهود جبار لحضراتكم، بنشكركم عليه بصراحه. ومعلش في سؤال بسيط جدا الاستاذ جمال عايز يكلم حضرتك فيه. اتفضل دكتور محمد. زي حضرتك اتفضل. كنت قريت على تصريح لحضرتك بخصوص تعيين منسق طبي في المباريات يعمل تقرير زي مراقب المباراه او تقرير الحكم. تمام، مراقب طبي. احنا فعلا دوره بالظبط يا فندم. عملنا هذه الوظيفه المراقب الطبي. طبعا هو احنا الحقيقه الوظيفه دي انا شخصيا كنت مهتم بيها من ايام بطوله الامم الافريقيه، لان احنا كان بنحتاج تجهيزات طبيه وسيارات الاسعاف وعياده داخل كل استاد في المباريات، وده كان بيبقى مجهود كبير جدا ان احنا ننسق مع الجهات. فكنت حابب ان يبقى في منسق طبي او مراقب طبي من الاتحاد يبقى موجود في كل مباراه عشان يامن كل الاجراءات اللازمه. اما جاء موضوع الكورونا الحقيقه لانها ليه اهميه كبيره جدا. هذا المراقب الطبي بيتواجد قبل المباراه بساعتين، بيتاكد من اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه داخل الاستاد، بيتاكد ان غرف الملابس تم تطهيرها وتعقيمها، الطرقات، التراك، الملعب، العرضات، الكور، كل حاجه تاكد انه تم تعقيمها. برضه بيشوف اللاعبين وهم داخلين الاستاد، بيطمن انه في اتباع للاجراءات الوقائيه، الناس مرتديه الماسكات، الناس بيطهر ايديها بالكحول. اثناء المباراه بيراقب اي اخطاء تحصل من اي فريقين وبيسجلها عشان احنا نبعت للفرق تتفادى الكلام ده. وهو على اتصال بمراقب المباراه ومراقب الحكام، يعني لو في اي تجاوز حصل بصوره غير مقصوده مثلا من اللاعبين بعد تسجيل هدف واللاعبين يعني التقوا حصل رد فعلهم تصافح او حدث عناق، هو بيلفت نظر مراقب الحكام لهذا الموضوع عشان الحكم يلفت نظر اللاعبين، لانه في اخطاء وارد انها تحصل بصوره غير مقصوده، يعني غير متعمده انها تحصل. لو لقى حد غير مرتدي الماسك مثلا من غير اللاعبين النشطين والحكام بينبهوا انه ده غير مطابق للاجراءات ولابد من ارتداء الماسك. الموضوع ما فيهوش يعني عقوبات جزائيه، لكن في تنبيه وفي رفع درجه استعداد وان احنا كلنا متواجدين. طبعا اللي انا شايف ان دي الوظيفه في الوقت الحالي مهمه جدا جدا. طبعا احنا دربنا حوالي 36 طبيب من اماكن مختلفه، من اسكندريه، من اسماعيليه، من السويس، من القاهره، من طنطا، من محافظات مختلفه، والتقينا بيهم. والحقيقه يعني زملاء محترمين جدا، وابتدوا حتى انا ابتديت انزلهم كمان في المباريات الوديه الحاليه يلتقوا ويتعرفوا على الاجهزه الطبيه عشان يبقى في نوع من انواع التواصل مع الاجهزه الطبيه. وابتدينا كمان عملنا حاجه اسمها تشيك ليست او يعني قائمه فحص الملعب وقائمه فحص المباراه من الناحيه الطبيه، يعني المراقب ده هينزل يدور على ايه، فبيعمل التشيك ليست دي اديناها كمان للاجهزه الطبيه عشان يبقوا عارفين المراقب ده هيفتش عليهم ايه في المباراه. الهدف
مش التفتيش او المراقبه، الهدف هو تنفيذ هذه الاجراءات الاحترازيه، وان شاء الله يعني تبقى تجربه ناجحه يعني وتفيد كل اللاعبين ان شاء الله. شكرا جزيلا يا دكتور محمد، والله وزي ما قلنا لحضرتك مجهود جبار، ربنا يكون في العون وبالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. شكرا يا فندم. عندنا في الزمالك عندنا حمدي المسلوسي اجتاز الكشف الطبي بالزمالك. حمزه حمزه المسلوسي حمزة اجتاز الكشف الطبي بالزمالك. بس الزمالك لسه ما اعلنش. شوف، هو ممكن يكون نادي الزمالك ما اعلنش، هو متبع وكلنا بنشوف نادي الزمالك ودايما بيعمل الصفقات كلها، وبعدين يعمل مؤتمر صحفي يعلن فيه عن الصفقات. تمام. لسه الزمالك بيدور، عنده صفقات تانية عايز يعملها، فبالتالي ممكن يكون ده سبب منتظر يعني سبب تأجيل الإعلان عن حمزة المسلوسي. تمام. أعزائي المشاهدين